الوجد هو إحاطة الاشتياق بكيان الإنسان إحاطة كاملة، وتقدم الحال على العقل والمنطق والمحاكمة العقلية، وهو أيضا توجهات مفاجئة وواردات بلا حسبان من الحق سبحانه وتعالى إلى قلب العبد. وعندما يرد هذا التجلي بطول موجات الجمال تحصل نسمات الأنس، وحينما يرد بتلونات الجلال يحصل السكون والتمكين. ولا جرم أن هذه التجليات الجلالية لا تخلو من عواصف الحزن والكدر والخوف والدهشة. وهناك من عرف الوجد بأنه عجز الروح عن تحمل فوران العشق أثناء غلبة الذكر والفكر على القلب. ومن بين التعاريف أيضا أن الوجد هو حالة من الحيرة والجيشان والرعدة التي يشعر بها القلب حينما ينال نصيبه بوفرة من تجليات الله الجمالية والجلالية. والوجد حالة تختلف عن الوجود الذي سنفصل ذكره فيما بعد، فالوجود هو تجاوز دائرة تأثير النفس والانخلاع كليا عن الجسمانية، والظفر بالمطلوب الحقيقي دون كم ولا كيف، بعيدا عن التمثيل والتصوير. بينما الوجد هو فوران غير متوقع يحصل في القلب لبعض الأحوال مثل المحبة والشوق والإجلال والتعظيم، بحيث إن الخطوة التي تليه تكون المواجيد، والتي هي ثمرة الأوراد والأذكار المستمرة. والوجد يظهر على شكلين بصورة عامة: الأول حصول قسم من الواردات الإلهية والتجليات السبحانية في قلب الإنسان من دون قصد أو إرادة منه وبلا تعمد ولا تكلف، وهو ما نسميه أحيانا بالمكاشفة. ومثل هذه المكاشفة والانبعاث لا ترتبط بأسباب وأمارات. الثاني تجلي حالة من الذوق والشوق أو الدهشة والحيرة التي تغشى كيان الإنسان كلية، وتفجر فيه مشاعر البكاء والصياح والرعدة، وهو ما يشاهد كثيرا في محال حلقات الذكر والختمة النقشبندية ومجالس دراسة علم الحقيقة. وتسمى أمثال هذه الواردات والتجليات التي لا تقترن بأي سبب ظاهر وتظهر دون تكلف بالوجد. ولأجل هذا فقد أجاش صوت مطارق الزرقوبي القنيوي مولانا جلال الدين الرومي فقال: حالما تتخلص الأرواح المثقلة بالماء والصلصال من خصائصها المادية ترقص بهبات العشق ونسماته وتتحول إلى بدر التمام. أما التواجد فيطلق على ما يحصل نتيجة شيء من التكلف والضغط والتركيز، إذ التواجد من باب تفاعل بمعنى التكلف وبذل الجهد الإضافي لإنشاء شيء غير موجود فعلا أو إظهاره. ومن الممكن إرجاع هذه الحال إلى البيان النوراني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لقراء القرآن: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. بناء على ذلك أعتقد أننا إذا ما أضفنا التواجد إلى الأمور الثلاثة السابقة فسيكون من الأنسب تلخيص الموضوع على الوجه الآتي: 1. التواجد خاصية شبيهة بالوجد، وهو حال سالك الطريق، إلا أنه يحصل عن طريق التكلف والارتباط بالعالم الداخلي،
ومعلوم أنه أضعف مراتب الأعمال القلبية. 2. الوجد هو جيشان القلب بالشوق والطرب أو بقسم من الواردات في آن مفاجئ بعدما عمر بالإيمان والمعرفة والمحبة والذوق الروحاني. وهذا هو ما يشكل الأساس لموضوعنا الحالي، ويستند إلى حقيقة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وخلاصة هذه الحقيقة هي أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. 3 المواجيد، وهي ما يحصل من شد معنوي دائم وشعور مستمر وظفر بالواردات المتنوعة التي لا تنقطع بسبب قراءة الأذكار والأوراد وتوثيق الصلة بواجب الوجود وواهب الحياة سبحانه وتعالى، والبحث عن السبل التي تقرب منه سبحانه وتعالى. ويعبر عن هذا الجيشان العظيم مفهوم الآية الكريمة: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. 4 الوجود، وهو ذروة مقام الإحسان وصدى أنفاس أفق كأنك تراه، وهو تلونات مظاهر الجيشان والاندهاش عند الظفر بسبحات الوجه. هذا فالوجد يتضمن درجات أيضا. أولا، في الدرجة الأولى يجري الوجد إراديا ضمن دائرة السمع والبصر والفكر، وهو درجة يستشعر فيها القلب حلاوة الإيمان والمعرفة الإلهية، وينغلق كليا عن الأغيار. ثانيا، حالة تيقظ آلية الوجدان على أنوار وإشراقات تفوق السمع والبصر والفكر بحسب عمق القلب والفيوضات التي تنزل عليه. ثالثا، انمحاء فكرة الأغيار كليا نتيجة صباغ جميع اللطائف الإنسانية بصبغته تعالى، ورؤيته تعالى في كل شيء، ومعرفته هو وحده، والتفكر فيه وحده، والشعور بمعيته تعالى التي تفوق التصورات، حتى إن الإنسان في هذه المرتبة يدخل أحيانا وبنصف خطوة من الانفعال إلى الدهشة، وبخطوة كاملة إلى الهيمان. وأظن أننا نتكلف ويستعصي علينا تفسير هذه الأمور بعقولنا ومداركنا الطبيعية. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وصل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.